جولة ميتة، جولة ما فيهاش اي شيء جديد، جولة تحس انها هربانة من الدوري المصري والايجيبشن ليج بحاجة خرا وقرف، ومتعته بص راحت. متعة الدوري الانجليزي ما بقتش موجودة، ما فيهاش اي كورة، كلها تعادلات. اخر يوم جاي فيه 3 تجوان ولا 4 تجوان، حاجة مش منطقية. كل واحد تلاقيه جايب 20 30 نقطة يقول لك زي الفل، يبوس ايدي وشه وظهره وكده، حلو قوي، عظمه على عظمه. خلينا نخش من غير كلام كتير قوي في خلاصه الجوله وتكرف مين وتجيب مين. حلقه هتكون لذيذه صغيره لحد يوم الخميس ان شاء الله، او الاربع كمان هحاول انزل لكم حلقه كمان عن تشكيله النهائيه. لكن قبل ما نبدا في حلقه النهارده ما تنسوش تدعوا لاخواتنا ربنا يثبتهم وينصرهم عن قريب ان شاء الله. خلينا نخش في اول فقره في حلقه النهارده، وهي انا جبت كام نقطه الجوله اللي فاتت. زي ما انتم شايفين قدامكم انا جبت 53 نقطه، استاذ سيلس جاب لي 3 نقط زي الفل، رضا والله يعني ما ماشي ما علينا. يعني فان دي فين نقطة، انا مش عارف يعني ماشي، انا راضي. دورجو طبعا بسبب طرد البني ادم بتاع تشيلسي سانشيز اللي وقعوا في غلط، ساعدهم نوعا ما شويه في ان هم يفوقوا في الماتش ده. وابو ريم طبعا طلع بفوز مهم جدا 2-1 على تشيلسي، بعد طبعا ماريسكا ما خرج كل اللعيبه الهجوميه اللي هو بيلعب بيهم، وده اكبر غلط اصلا هو عمله في الماتش، خلى ان الماتش يفلت من ايده بسهوله. فخرج لي ب5 نقط زي الفل، وعمل تدخلات دفاعيه كويسه. جنبه تاركوفسكي عمل برضو تدخلات كويسه نوعا ما، وخرج ب3 نقط. ندخل على خط النص، واولهم رايندرز اللي جاب 9 نقط، واعلى واحد في خط النص بعيدا طبعا عن كابتنة صلاح، يعني هو جاب 5 في الاساس، انا قصدي كعدد نقط اكتر. يعني رايندرز جاب 9 نقط. انا راضي ومبسوط بالاداء اللي اللي مانشستر سيتي بتعمله الحقيقه. انا مش متفائل اي خير بالاداء بتاع مانشستر سيتي الموسم ده، موسم للنسيان تقريبا برضو للمره الثانيه على التوالي، غالبا مش هيكون في اي جديد. مفيش حد من مانشستر سيتي بصراحه ادى بشكل كويس في الماتش ده. انا شايف ان هو ماتش يعني ما فيهوش كوره بجنيه. جوارديولا مش عارف نسي الكوره، محتاج ياخد بريك مع نفسه، يقعد قاعده كده زي يورجن كلوب، مش عارف الحقيقه. ولكن نفس الكلام برضو قدوس ابتدى يفوق شويه نوعا ما، عمل اسيستين ب7 نقط وحلو قوي. محمد صلاح عمل اسيست ب10 نقط وخرج ب10 نقط زي الفل. سيمينيو اللي تقريبا كان بيلعب يعني جناح او دفاع زي ما بيقولوا باك، خرج ب5 نقط، عمل مش عارف تقريبا 13 مساهمه دفاعيه، رقم غريب كده انا مش فاهمه اصلا. والماتش خلص 0-0، يعني حرفيا كره نكسه، مفيش كوره اصلا بتتلعب في الماتش، فيعني حاجه مش منطقيه. خط هجوم بقى ضحك، اللهم صل على النبي، يعني 6-2-2 حاجه كده، انا مش فاهم ده ايه. ماتيتا جاب لي 6 نقط. عندك جنبه جواو بيدرو، طبعا بسبب الخرا اللي حصل سانشيز ما حدش عرف يعمل اي حاجه في خط هجوم تشيلسي، وسط طبعا ما ان هو خرج بالمر، فتقريبا اتطرد منه 2 3 مش في الضربه دي كمان. يعني هو مش بس طرد سانشيز ونزل مكانه حارس مثلا والدنيا تمام، لا، راح مخرج لك اكتر واحد هو اللي بيحرك لك الفريق في تشيلسي. فبالتالي خلاص راحت عليك فكره انك تعرف تتعادل اصلا او تخرج من الماتش بشكل كويس. جيوجريكس نفس الكلام، يعني الله يسهل له حاله. انا بفكر ان انا ابيعه بشكل جدي قوي علشان ارسنال ابتدت تنتهي، يعني نوعا ما مفيش اي حد في ارسنال عليه العين قوي او اقدر احط السبوت عليه. ساكا مفيش، ايزي ما بيقولش برضو الفتره دي، جيوجريكس مفيش، خط الدفاع ذات نفسه مفيش، فانا مش عارف اعمل ايه في فريق ارسنال الصراحه يعني. طيب بالنسبه بقى يعني الدكه، انا تقريبا خرجت منها ب8 نقط، مش متاثر بيه قوي. دوبرافكا مكان سيلز يعني فرق نقطه واحده. ستيف بس هو الفكره كلها اللي خرج ب4 نقط، كنت يعني كان ممكن يبقى احسن من فان دي فين على الاقل، بس يعني مش مشكله، اكيد مش هفكر ان انا احط ستيف يعني مكان فان دي فين. دي بالنسبه لي كانت خلاصه الجوله اللي فاتت، الجوله الخامسه انا عملت فيها ايه. بالنسبه لي دي جوله بصراحه للنسيان، جبت فيها 53 نقطه، نوعا ما حلو عن بقيه الناس اللي حصل لها الجوله دي ميته، بس فكره ان انا افلت منها حلو بسهم اخضر يعني زي الفل. انا ما عليتش كتير يعني، بس الموضوع زي الفل بالنسبه لي، ومبسوط نوعا ما شويه من الجوله دي، رغم ان هي مش ممتعه كرويا. يعني انا حاسس ان انا ضيعت اليوم والله يعني وانا بتفرج، مش يوم كروي خالص، ولا سبت ممتاز ولا حد ممتاز ولا بتاع. فيعني يلا الحمد لله. خلينا نخش على الفقره المهمه، الفقره اللي هقول لك فيها على اللعيبه اللي تكرف لها وتكرف لمين. تكرف لمين؟ كريس وود كفايه عليه اول حد كده من نوتنجهام فورست، بيلعب 75 دقيقه كل ماتش، ما بيكسرهمش، وكمان من ساعه تقريبا ما ابتدى هو عمل بس شويه اجوان في اول جوله وشكرا، من بعدها اختفى ال4 5
جولات طول ما عملش اي حاجه تاني. فاللي معاه كريس وود لحد دلوقتي خلاص، يعني مهما كانت ماتشاته اللي جايه هتبقى سهله، هتبقى صعبه، هتبقى متوسطه، الخشبه ما بقتش شغاله، الخشبه اتكسرت خلاص، خصوصا ان هو مع تغيير المدرب كمان، فمش هيبقى الوضع مستقر نوعا ما الفتره الجايه لنوتنجهام فورست، وانا حاسس ان مستواه ما يقل قوي عن الموسم اللي فات كمان. تاني لاعب معانا وهو برده من خط الهجوم هيكون واتكنز. واتكنز الوحيد اللي مستواه ثابت من اول الموسم، بيجيب نقطتين نقطتين نقطتين، فده الوحيد اللي مستواه ثابت وما بيتغيرش ولا بيعلى ولا بيقل، الحمد لله ما شاء الله عليه يعني. فاللي مع واتكنز انا مش عارف هو صابر على ايه، حتى لو ماتشات استون فيلا كويسه الفتره الجايه، او حتى لو ماتشات استون فيلا ماتشاتها صعبه الفتره اللي جايه، خلاص هي استون فيلا كلها على بعضها كتركيبه انا مش فاهم هم بيقدموا ايه. يعني تحس ان هم بيلعبوا زي فريق، والله مش فاهم، يعني مع احترامي لبلديه المحله وكفر الزيات والفرق دي، انا مش فاهم الكوره اللي بيقدموها ايه. انا قلت لك الجوله دي فعلا هربانه من الدوري المصري، فيعني حتى كلامي هيبقى هربان من الدوري المصري. فانا شايف ان كفايه قوي على كده، على كريس وود وعلى واتكنز. اي حد تاني لو انت معاك بقى حاجات اصابات بقى زي فان بيساكا، الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم عليهم دول الليله دي كلها كده، جمعهم وانطرهم مره واحده. مفيش حد تاني اقدر اقول لك انك تبيعه، لان في كذا حد هقول لك تصبر عليه في اخر فقره، بس اتقل شويه. خلينا نخش في تاني فقره معانا، وهي تجيب مين مكان اللعيبه اللي انا قلت لك تكرف لها. اول حد طبعا تفكر فيه وهو ايكيتيكي، لسه خيار مهم جدا، لسه مقعد لحد دلوقتي ايزاك اللي جيب 120 مليون تقريبا. فانا شايف ان اهدى شويه على ايكيتيكي اللي لسه معاه. هو طبعا هيكون روتيشن، وطبعا ارن سلوت هيقعده في مره وهيلاعب ايزاك، بس انا شايف ان هو بيأدي الواد بصراحه لحد دلوقتي، بيساهم وبيجيب اجوان وبيلعب بشكل كويس، خصوصا الترابط اللي بينه وبين صلاح وجاكبو اللي خلاص من ساعه ما هو بادئ الموسم معاهم وفي فتره تحضيريه بيلعب بشكل كويس، والفرقه بقت فاهمه بعض لحد ما ايزاك يدخل. انت ساعتها تبدا تفكر انك تبيع ايكيتيكي، لكن الفتره دي انا شايف ان هي فتره تواجد ايكيتيكي اكتر من صلاح كمان. ولكن انا مش معنى كده ان انا بقول لك بيع صلاح، ولا بقول لك ان ايكيتيكي بديل مناسب لصلاح. انا بقول لك ان ايكيتيكي وجوده مهم، عايز تجيبه مع صلاح تمام، مش معاك صلاح وعايز تجيب حد يكفرك هات ايكيتيكي، بس مش معنى كده انك تروح تبيع صلاح وتبيع حد تاني من الهجوم وتجيب حد من خط النص معاه ايكيتيكي. بس سيمينيو الاونر شيب بتاعته ابتدت تزيد بطريقه غشيمه جدا، وانا شايف ان وجوده مهم الفتره اللي جايه. زي ما قلنا اللي لسه مش معاه سيمينيو لازم يبقى موجود، لانه هيبقى خطر عليك وفي الرانك بتاعك، اي كحه منه هيبدا يلطشك تحت خالص. رايندرز هو النقطه اللي ممكن تبقى ريسك شويه من مانشستر سيتي، وسط ان هم كلهم الفرقه كلها مضلمه اللهم صل على النبي. فانا شايف ان رايندرز من مانشستر سيتي لو مش معاك فلوس كافيه تقدر تروح له، لو معاك فلوس خليك روح لهالاند او في الفودن كمان. في الفودن هو ديفرنشال رهيب جدا 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 من مانشستر سيتي. اخر فقره معانا في حلقه النهارده وهي تصبر على مين. هقول لك على كام لعيب مهم تصبر عليه، لان خلاص بصراحه هي اللعيبه دي لو الجوله اللي جايه واللي بعدها بالكتير قوي ما عملوش اي حاجه، ساعتها اقدر اقول لك انك تكرف لهم، وساعتها اقول لك على لعيبه ثانيه تصبر عليها. ولكن اللعيبه دي بصراحه مهم جدا انك تصبر عليها وما تبيعهاش. اول لاعب معانا هو جيجركس من ارسنال. الماتشات اللي جايه هتبدا تبقى سهله بعد الجوله اللي جايه بالذات. هو عارف ميتين اللي جابونا وكلنا عارفين وواثقين في حاجه زي كده، بس اتقل بس بعد الجوله اللي جايه، وانا حاسسها والله هتندع. الواد خلاص خد افضل هداف في الجائزه اللي فاتت يوم الاثنين، فالدنيا زي الفل يعني. فانا شايف انك تتقل عليه، وهو بصراحه يستاهل حاجه زي كده. اتقل عليه ومهاجم تقيل وسعره مش رخيص، فخليه معاك وشوف. يعني ارسنال كده كده ما فيهاش حد زي ما قلت لك تحط عليه السبوت، فلو هو شرخ هيظبطك، يعني لسه بدري عليه. قدوس برضه ماتشاته اللي جايه كويسه نوعا ما من توتنهام، وحاسه ان هو هيرجع تاني يبدا يشارك، خصوصا ان هو الوحيد اللي الفريق بيعتمد عليه بشكل كبير قوي، ورجع يساهم مع الفريق باخر ماتش جاب اسيستين وفك عقده النحس بتاعته اللي كان كل ماتش بيطلع له كره في العارضه، كره بره الجون، كره فوق العارضه ب 2 سم، يعني عينه كانت كفيفه الصراحه. فانا شايف انك تتقل على قدوس. اخر لاعب معانا تتقل عليه وهتتصدم اللي انا بقول لك ان انا حاطه في فقره تصبر على مين، اصبر على صلاح واتقل عليه. لان صلاح بصراحه انا شايف بعيدا عن فكره ان هو طلع المركز الرابع في البالون دور وهو ما كانش يستحق المركز ده بصراحه، ويستحق مركز اعلى على الاقل الثاني او الثالث، انما مش الرابع. ما ينفعش رافينيا او لامين يامال يطلعوا قبليه الصراحه. عثمان ديمبلي عشان فكره البطولات وكل الحاجات اللي هو عملها فهو يستحقها، ومش هدخل في نقاش في الفكره دي على صلاح. ولكن انا شايف ان هو هيرجع ينتقم تاني، هيرجع يفوق تاني. دي الفتره بتاعت محمد صلاح اللي هو بيحب يظهر فيها، بيحب يثبت لنفسه ويثبت للناس
اللي هو انتوا ما اديتونيش دي، انا هوريكم بقى انا هعمل ايه. بعيدا عن فكره بقى ان البالون دور تستاهل ولا لا، هي حاجه تانية، وهو ان سعره مش رخيص. انت لما تيجي تبيعه وتفكر انك ترجعه تاني بعدين، دي هتبقى صعبه قوي انك تيجي ترجعه يعني. فانا شايف انك تتقل عليه وما تفكرش انك تبيعه قوي، خصوصا انك مش هتعرف تعوضه الا لو انت هتروح لواحد زي هالاند. ساعتها اقدر اقول لك ماشي تمام، بس برضه مش الجوله دي، اتقل عليه جوله جولتين بالكتير، وساعتها اقدر اقول لك انك تبيع محمد صلاح. بس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم. حلقه صغيره بسيطه لذيذه ما فيهاش اي رغي كتير قوي. لو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده. وبس كده، اشوفكم في حلقات جايه كتيره ان شاء الله. بكره او بعد بكره هينزل لكم حلقه كمان عن تشكيله النهائيه للجوله، وهنبدا ان شاء الله ننزل حلقاتنا، وهننزل كمان على تيك توك وانستجرام. اللي انا متاكد منه تيك توك، انستجرام لسه مش متاكد قوي، بس ان شاء الله هنبدا ننزل على تيك توك. فهتلاقي الاكونت تحت، خش اعمل لي فولو واكتب لي اي حاجه ودعموني وكل الليله دي. اشوفكم في حلقه جديده. كان معكم الينو من قناه الأقرع. سلام.